السلام عليكم. في الحلقة اللي فاتت بدينا الكلام عن الكيو 3 والكيو 4 وفضلنا ماشيين لغاية لما شفنا أنا محتاج إيه علشان أركبه. في حلقة النهاردة بقى هنبدأ من أول الأسئلة والمتفرقات اللي بتيجي على الكيو 3 والكيو 4. أول سؤال، سواقة الكيو 4 عادية؟ عادية جدا وما فيهاش أي حاجة، زيها زي الكيو 3 بس أقوى شوية. يعني ما فيهوش لاج؟ لا، في لاج. الفول سبول بتاع الكيو 4 متاخر حوالي 500 ار بي ام عن الكيو 3. لو انت بتقرص بيه مش هتحس بالفرق قوي، لكن في السواقه العاديه وانت ماشي على الدي في وسط الزحمه هتحس بالفرق ده. الكيو 3 هيبقى خفيف وحاضر اكتر من الكيو 4 في الظروف والاحوال دي، ولو ركبت انتركولر كبير اللاج ده هيزيد بشكل ملحوظ. واحد الحلول عشان تقاوم اللاج ده ان انت تركب الدي في بلس بالسوستين بتاعه، وان شاء الله عندنا حلقه له قريب. بيستهلك بنزين زياده؟ لا، زيه زي الكيو 3 في المشي العادي، مفيش اي فرق. وما اظنش ان في حد بيحسب الاستهلاك وهو قارص، لكن لو هتقرص عليه طبعا الاستهلاك بتاعه هيبقى اكبر من الكيو 3، لانه هواء زياده وبنزين زياده داخلين جوه الموتور وبيتحرقوا. ديورابل واعتمادي زيه زي الكيو 3 ويمكن اكتر كمان، بالذات لو انت بتحافظ عليه ومش بتهينه. والفرن بتاعه مش بيشرخ زي الكيو 3، والويست جيت بتاعته عمرها اطول كمان من بتاع الكيو 3. بيركب عليه نفس الداون بايب بتاع الكيو 3، نفس الداون بايب بالظبط. ولو ما شفتش الحلقه بتاعه الداون بايب اتفرج عليها علشان تتجنب الخطا وانت بتعمل الداون بايب بتاعتك. طيب نفس خراطيم الزيت والميه بتركب عليه؟ هي بالظبط، هو بلاج اند بلاي، ودي ميزه ان انت تركب حاجه او اي ام. طيب اعرف منين ان التربو حالته كويسه؟ زيك زي الكيو 3 او اي تربو تاني، هتشوف البوش بتاعه ان هو مش معدي الحدود اللي مسموح بيها، ودي المركز او التيونر بتاعك هو اللي يشوفها لك. ولما تركبه وتتونه هتطمن ان هو بيمسك البوست ومش بيوقعه، ودي برضو التيونر هو اللي هيساعدك فيها. طيب ارقام البوست في الكي او 4 كام؟ على حسب الشركه اللي انت متون عندها، كل واحد له دماغه. احنا عندنا مثلا في اي بي ار بتطلب منك 1.5 بار خط مستقيم من اول ما تدوس لغايه ال 6000 ار بي ام، وبعد كده يبتدي ينزل بالتدريج لغايه 1.2 بار عند الريد لاين، وبينزل في الحته الاخرانيه دي علشان ما يحصلش نوكينج عنيف. اغلب التيونز التانيه اللي شفتها بتلعب في المنطقه بتاعه من 1.5 ل 1.8 بار، وبرضه لما بيجوا عند الريد لاين بينزلوا لل 1.2 1.25 بار. وشفت ناس بتفتري وبتطلع 1.9 و2 و2.1 بار من الكي او 4، لكن ده بيقصف عمر التربو وبيبقى بره الافيشنسي رينج بتاعه تماما. انا سالت اي بي ار سؤال صريح عن الارقام دي، وقالوا لي المنطقه بتاعه ال 1.7 بار دي كويسه جدا للكي او 4 وهيعيش عمر طويل فيها. والمشهور والمعروف عن الكي او 4 ان بعد ال 1.8 بار انت كده داخل على المنطقه بتاعه السيرج. ولو عايز تعرف زياده ممكن تتابع صفحه ارتك بيرفورمانس تيونينج، انا حاطط لك الرابط بتاعهم في وصف الفيديو تحت. دي من الشركات اللي انا بحبها وبقدرها جدا ومتخصصين في تتوين الكي او 4. على كده بقى الكي او 4 بيطلع عزم عالي بسبب البوست الكتير ده؟ ده من العيوب بتاعته والمخاطر بتاعته، والكلام ده راجع لثلاث اسباب. اول حاجه ان العزم العالي ده والبوست سبايك ال 1.8 بار او ال 1.9 بار على ار بي ام قليل خطر جدا على الرودز بتاعه الموتور او البيئلات. وارجع لحلقه الكهرباء علشان تعرف المنطقه الخطر وايه التعريف بتاعها. دوسه غلط على الخامس او السادس ار بي ام قليل ومره واحده يسبايك ل 1.9 بار، ممكن يعوج لك الرودز بتاعتك ويطير لك الموتور. فهي السواقه بتاعته محتاجه حرص، واحنا حاطين لنفسنا قاعده ان مفيش حاجه اسمها فول ثروتل اقل من 4000 ار بي ام. العيب الثاني للعزم العالي ده ان هو بيخلي العجل يفرك بمنتهى السهوله. لو انت جبت الثالث على سرعه 100 كم في الساعه وطفيت التراكشن كنترول ودوست بنزين للاخر، العجل هيفرك في مكانه. فده بيخلي القرص او التسارع بالعربيه على السرعات القليله بايخ جدا. لو انت فاتح التراكشن كنترول هتلاقيه مكتف لك البوست اللي خارج من التربو، بدل ما هو 1 ولا 1.1 بار هتلاقيه مطلع لك 0.2 ولا 0.3 بار علشان العجل ما يلفش حوالين نفسه. ولو انت طفيت التراكشن هتلاقي العجل بيفرك وهتفضل واقف مكانك، مش هتروح في حته. ودي من الحالات اللي انا بفضل فيها الكي او 3 اكتر بكتير من الكي او 4. التسارع او القرص على السرعات القليله الكي او 3 هيبقى مور افيشنت، وبالعكس ممكن يبقى اسرع بحبه حلوين من الكي او 4. ثالث سبب ان العزم العالي ده مضر بالكلاتشات، بياكل الكلاتشات. لو حالتها مش كويسه وانت سقطت كي او 4 هيبتدي يظهر عندك سليب، وانا قابلت كذا عربيه فيها كي او 4 وعندها السليب ده وهو مش واخد باله. ممكن تلاقيه بيظهر بكذا طريقه، ان انت تلاقي الار بي ام عمال رايح جاي وانت قارص بالعربيه. ممكن لو السليب وحش قوي تلاقي الار بي ام بيزيد والسرعه ما بتزيدش معاه على النقلات العاليه، بالذات الرابع او الخامس او السادس. وممكن يظهر على شكل تقطيع او هيزيتيشن وانت بتتسارع بالعربيه. عندنا عربيه اول ما ركبت الكي او 4 ابتدى يظهر عندها قصه التقطيع دي ساعه التسارع بالذات والعربيه بارده، وفضل الموضوع ده يتفاقم لغايه لما في الاخر قام شاري كلاتش جديد ومركبه في الفتيس بتاعه، والحمد لله الدنيا ماشيه من ساعتها لغايه النهارده كويس. عربيه عندنا تانية كي او 4 الاداء بتاعها ابتدى يقل مره ورا الثانيه، وكمان النقلات بتاعتها ابتدت تبقى ابطا من الاول وتعمل صوت غريب كده ما بين النقله والنقله. صوت الار بي ام ما بيفضلش كونتينيوس، لا بينزل كده وبعدين يرجع يطلع تاني. ولما
ما دورنا شويه لقينا ان البوابه بتقفل في اللقطه دي. الموضوع فضل يتفاقم لغايه لما اشترى فتيس تاني كان راكب على كيو 4 ومتون وركبه في عربيته. الاداء بتاعها رجع سليم، النقلات رجعت سليمه، والعربيه رجعت زي الفل. وقصه قفل البوابه دي من اسبابها الخبيثه اللي الناس ما بتبقاش واخده بالها منها هو موضوع السليب، بالذات مع دخول الشتاء والجو البرد درجات حراره قليله العربيه بتطلع باور وعزم عالي والفتيس يبتدي يحصل فيه سليب. اول ما الكنترول بتاع الفتيس يلاقي السليب ده يقوم باعت لكنترول الموتور يقول له بقول لك ايه، قلل لي العزم شويه انا عندي سليب. كنترول الموتور هيقوم سامع الكلام ويقوم قافل البوابه والان 75 لغايه لما الفتيس يحس ان مفيش سليب ويقول له خلاص تمام كمل تاني. ساعتها يقوم فاتح لك البوابه ومدي لك البوست كله. القصه دي بتاخد لها ثانيه ونص ثانيتين لكن محسوسه جدا وانت بتتسارع جوه العربيه. وهفرجك على فيديو للقصه دي وهي بتحصل. عايزك تركز في النقله ما بين الرابع والخامس، بص على رقم البوست وبص على الان 75 ديوتي سايكل. 400 متر. اخدت بالك منهم؟ هشغله لك تاني بس بالراحه المره دي علشان تبص عليهم كويس. 400 متر. وجعت لي بطني يا عم، يعني انا ممكن اراكب الكيو 4 وفي الاخر الاقي كلاتش بتاعي فيه سليب؟ طبعا حاجه زي كده في العربيات اللي موجوده حوالينا النسبه بتاعتها قليله مش كبيره قوي، لكن وارد انها تحصل. وعلشان تتجنبها الحل بتاعك ان انت تقلل البوست. المشكله ان التيونر علشان يطلع لك من الكيو 3 او الكيو 4 باور كويسه واريا كويسه اندر ذا كيرف، وعلشان يتعامل مع المشكله ان البوست بتاع التربو ده بيقل مع زياده الار بي ام، وان هو مش تربو كبير كفايه علشان يزود لك البوست او يفضل محافظ عليه مع زياده الار بي ام، فبيقوم نافخ لك اكبر رقم بوست بدري على قد ما يقدر علشان يحط لك اريا اندر ذا كيرف كبيره. وطبعا النفخه دي مع الكيو 4 بتبقى اكبر والمده اطول من الكيو 3 كمان. بص معايا على الجراف ده لتيون العربيه كيو 4 اللي متوناه شركه ارتك اللي حكيت لك عليها. الراجل ده متون عربيه كيو 4 ومعمول له مالتي ماب، وهتلاقي كل لون من الالوان يمثل الماب 1 2 3. شايف الفرق في منحنى العزم ما بين الثلاث مابات شكله عامل ازاي؟ الفرق ما بين اقل واعلى واحده حوالي 120 نيوتن متر. بص بقى على فرق الهورس باور ما بينهم 33 حصان بس. صحيح في فرق كبير جدا في الاريا اندر ذا كيرف، واعلى ماب دي هتبقى نشطه جدا في المنطقه اللي في النص دي، لكن لو انت بتتسارع بالعربيه انت بتبقى بتلعب في الحته في اواخر الار بي امات. الحبه اللي في النص دول هيفرقوا في السواقه العاديه بتاعتك. فانا اقدر فرق المساحه اللي تحت المنحنى الكبير بتاع اخر ماب، لكن لو انا شخصيا هختار واحده من الثلاثه دول هختار اللي في النص. رقم التورك في النص ما بين اقل واخر واحده، لكن انا عاجبني شكل كيرف الهورس باور بتاعه التصاعدي ده اللي هيحسسني باكسلريشن. كل ما الار بي ام بيزيد كل ما العربيه الاكسلريشن بتاعها بيزيد. وفي نفس الوقت فرق الهورس باور ما بين تاني وتالت واحده هم 7 حصان بس. ولو انت بتلعب في اخر الار بي ام اللي هي بتاعه التسارع من 5000 ل 7000 ار بي ام، الفرق بينهم مش كبير قوي، على عكس المنطقه اللي في النص دي هتفرق معاك في السواقه اليوميه العاديه. وانا ما احبش ان يبقى عندي سبايك بوست عنيفه كده تخلي العجل يفرك في الار بي ام القليل. فيبقى الحل بتاعك ان انت تعمل كاستم تيون في مالتي ماب، او ان انت لو هتختار او تي اس تختار او تي اس في مالتي ماب. اي بي ار مثلا عندها في المواتير التي اس اي السي سي زد، الكلام ده مش موجود في البي دبليو اي ولا السي دي ال. عندها مابس بتسميها لو اوتبوت او لو تورك. الماب بتاعت اللو اوتبوت دي موجوده عندهم لكل التيونز ال 95 ال 98 ال 102 ال 104، كل واحده فيها الهاي اوتبوت واللو اوتبوت. ليه عاملينها؟ علشان العربيات المانيوال، العربيات المانيوال الكلاتشات بتاعتها ما بتشيلش تورك زيها زي كلاتشات بتاعه الدي اس جي، فعاملين لهم اللو اوتبوت دي علشان يعرف يستمتع بتيون من غير ما يكون فيها تورك عالي قوي. ودي اللي الناس بتمشي عليها 99% من الوقت بتاعها، وظريفه ولطيفه وقويه كفايه. وقت ما نفسك تجيبك للهاي تورك ونفسك فيها هتحول لها بزرار. طيب عندك عيوب تاني مخبيها؟ مش قوي. ممكن تشوف درجات حراره زيت اعلى بشويه من الكيو 3 بالذات ساعه القرص. هتحتاج تخلي بالك من النوكات كويس وتبقى عارف انهي دوسه اللي بتعمل نوك، خصوصا مع ارقام البوست العاليه بتاعه الكيو 4، وبالذات لو انت ما عندكش البولار ومش شايف النوكات قدامك طول الوقت. وممكن تلاقي استهلاك البوجيهات بتاعك زاد شويه. مش كل الشركات قايله طلباتها في البوجيهات، لكن احنا ماشيين على الكلام بتاع اي بي ار. هم بينصحوا بالبي كي ار 8 الهيت رينج بتاعه اقل شويه، وبينصحوا بالجاب اللي انت شايفها قدامك دي، واحنا بنظبط البوجيهات بتاعتنا على الجاب دي قبل ما نركبها في العربيات. وبرده زي ما انت شايف هتلاقيهم قايلين لك ان اللايف تايم بتاعه متوقع من 15 ل 25 الف كيلو. بالتجارب العمليه هو بيبقى دايما في حدود ال 20 21 22 الف كيلو، وبعد كده يبتدي يعمل مسفايرات وبنغير البوجيهات. طيب انا محتاج اعمل بي سي في ديليت او اركب كاتش كان في العربيه بتاعتي. الكيو 4 مش فارق عن الكيو 3 في القصه دي، وكده كده موضوع البي سي في ديليت ده موضوع شائك وانا مش عايز اخش فيه، لكن انا مش من الانصار بتوعه. هل الكيو 4 بيتطلب صيانه مخصوص او زياده؟ زيه زي الكيو 3 بالظبط، مفيش اي فرق. لكن هنا في نصيحه مهمه جدا عايز اقولها لك،
بالك انت وانت بتركب الكي او 3 او الكي او 4 او بتغير التربو او بتفكه وبتركبه تاني لاي سبب من الاسباب، لازم تخلي بالك ان التربو يكون محضر زيت. ما ينفعش تدور العربيه والتربو يلف شويه من غير زيت، لان الشافت بتاعه بيبقى معتمد ان هو دايما حواليه طبقه زيت هي اللي حامياه من الاحتكاك في المعدن اللي حواليه. هتعمل القصه دي ازاي؟ سهله. هتركب خرطوم الزيت اللي داخل للتربو، هتفك المباين بتاعك عشان لما تيجي تلف في المارش العربيه ما تدورش، وتسيب خرطوم الزيت بتاع الراجع مفكوك من مكانه، وتدور المارش مره واثنين وثلاثه لغايه لما تلاقي الزيت ابتدى يخرج من ناحيه خرطوم الراجع. هتركب خرطوم الراجع في مكانه وتقفل، ساعتها كده انت مطمن ان التربو ده متحضر جواه زيت. هتركب المباين بتاعتك وتدور العربيه. بسمع بعض العربيات الكيو 4 بتطلع صوت البس لما يسيب بنزين. ايه الحكايه؟ دول غالبا هتلاقيهم مجموعه السي سي زد اللي مركبين كيو 4. حساس التربو اللي هو الدي في بتاع الكيو 4 بيبقى مكانه فوق في التشارج بايب، ما بيبقاش في التربو زي الكيو 3. وعلشان كده انت لما بتيجي تركبه بتشتري حاجه اسمها ريلوكيشن كيت، بتنقل مكان حساس التربو من تحت، بتعمل له ريلوكيشن قدام في التشارج بايب. التشارج بايب بتاعته بيبقى على شكل واي، واحد منها داخل البوابه والتاني هو اللي راكب فيه الحساس بتاع التربو. اول ما تسيب بنزين وكان فيه بوست وضغط هواء جوه التشارج بايب، حساس التربو بيجي له امر من الاي سي يو يقوم فاتح طارد الهواء ده بره. في الاصل السي دي ال والبي واي دي بيبقوا واخدين بقى الهواء اللي بيطرد بره ده ومرجعينه تاني بماسوره ماشيه فوق الموتور على الانتيك. الفكره في ان هم يرجعوه للانتيك ان دي قال يعني بتحسن الاستجابه شويه، ان انت لو قمت شايل مره واحده وجيت تدوس تاني، شويه الهواء اللي كانوا موجودين جوه الانتيك دول هيحسنوا الاستجابه بتاعه التربو، لكن احنا ما حسناش باي فرق ما بين دي ولا دي. العربيات بقى اللي بتبقى مسقطه الكي او 4 في سي سي زد ما بيبقاش عندهم في الانتيك بتاعهم الفتحه اللي يخش عليها الخرطوم ده، فبالتالي بيكبروا دماغهم وبيسيبوا الدي في يرمي الهواء ده في الاتموسفير. فهو الدي في كده بقى بيقوم بدور البلو اوف فالف. اول ما بتسيب بنزين بيقوم طارد الهواء والضغط اللي جوه ده يطرده في الهواء بره، وهو ده الصوت اللي انت بتسمعه. في حاجات تانية ممكن تزود الاداء في الكي او 4. نفس الكلام اللي بينطبق على الكي او 3 بينطبق على الكي او 4. التشارج والديسشارج بايبس الافتر ماركت بيحسنوا التنفس بتاع العربيه شويه والسلاسه بتاعتها والاستجابه، لان هم بيبقوا اكبر من مقاس الستوك. ممكن برضو عندك الدي في بلس بيمسك بوست احسن من حساس التربو العادي، وزي ما قلت لك هنتكلم عليه في حلقه جايه باذن الله. لو ما ركبتش انتركولر عندك الاوبشن بتاع الانتركولر، لو ما ركبتش ووتر ميثانول عندك الاوبشن بتاع الووتر ميثانول. هي دي اغلب الحاجات اللي بتركب للكي او 4. نيجي بقى للقسم اللي بعده، احكي لي عن الهايبريد تيربوز. احنا اتكلمنا على الهايبريد تيربوز في حلقه مخصوص، لكن باختصار كده التعريف بتاع الهايبريد تيربو او استعماله النهارده امتى بيقولوا على تيربو هايبريد، ان هو بيغير اي حاجه في التيربو الستوك كده بيسميه لك هايبريد. يعني في احد الشركات مثلا منزله لك التيربو الكي او 4 ده بالحساس في مكانه الستوك في التيربو نفسه، مش محتاج الريلوكيشن، ومسميه لك هايبريد. مع ان في شركه تانية بتبيع التيربو الكي او 4 بالحساس في التيربو نفسه ومش مسميها هايبريد ولا اي حاجه. لو لاعب في الانترنالز بتاعته ومحدث لك البيرنجز والحاجات اللي جوه بحيث انها تعيش مده اطول وتستحمل لفترات اطول، ممكن يطلق عليه هايبريد تيربو او انهانس تيربو. لو مغير لك المروحه بتاعه الكمبريسور بمروحه اخف، نفس الديزاين بالظبط لكن وزنها اخف، فبالتالي هتدي لك سبول بدري شويه واسرع شويه، ده برضو بيطلق عليه هايبريد تيربو. لو مغير لك المراوح بشكل جذري ومغير لك عدد الريش والديزاين بتاعها وكل حاجه ومخلي لك التيربو ده اجريسيف جدا، برضو ده بيطلق عليه هايبريد تيربو. فزي ما انت شايف اي لعب في التيربو هيتسمى هايبريد، ومش كل الهايبريد تيربوز بتتساوى. في شركات تيجي تخرط لك التيربو القوقعه وتكبر المقاس بتاع الكور ويركب لك كور كبير جدا، وده برضو بيطلق عليه هايبريد تيربو. نيجي بقى للسؤال بتاع الكي او 3 الهايبريد، فينه من الكي او 4؟ عايز اقول لك ان انا واثنين كمان بندور على كي او 3 هايبريد كويس محترم ينفع نركبه ومش لاقيين حاجه كويسه ينفع تركب بلاج اند بلاي ومعاها البالانسنج شيت بتاعتها. فانت لو لقيت حاجه كويسه في الكي او 3 الهايبريد ومعتمده ليها بالانسنج شيت وليها سيرتيفيكت ابعتها لنا. فالحل اللي الناس بتلجا له في الكي او 3 ان هم بيشتروا المروحه بتاعه المامبا دي وبيركبوها في الكي او 3، وانا مش بشجع القصه دي وعندي تحفظ عليها. الجري بتاعها احسن وبتطلع ارقام بوست احسن، في اتنين مركبينها وشفت الاداء بتاعهم شكله عامل ازاي. زيها زي الكي او 4؟ لا، الكي او 4 برضه بيطلع باور اعلى. طب امال انت مش بتشجعها ليه؟ التحفظ الوحيد بتاعي عليها ان هم لما بييجوا يركبوها مش بيعملوا بالانسنج للكور. انت عمرك جبت جانت وكاوتش وركبته في العربيه بتاعك وما احتاجش ترصيص؟ شبه مستحيل. نفس الكلام بالظبط بالنسبه للتربو. مفيش حاجه اسمها ان انا اجيب مروحه كده واركبها على الظروف بتاعه الشافت والتربو وحالته كانت عامله ازاي. الترصيص بتاع التربو ده بيشيلوا منه اجزاء منمنمه جدا علشان يرصصوه، ولو مش مصدقني خش اتفرج على الاجهزه اللي بترصص التربو بيعملوه ازاي على اليوتيوب. فقصه ان انا اروح لشركه تربوهات مع كامل احترامي ليهم وتقديري ليهم ويركبوه لي ويقولوا لي لا هو كده جاهز بالانس مش محتاج بالانسنج، انا مش شاري الكلام ده خالص. واتوقع ان هو مع الزمن والاهتزازات ان التربو ده يبتدي يحصل فيه بوش وياكل زيت وممكن لا قدر الله يتفرتك كمان. واصدقائي اللي مركبينه ربنا يبارك لهم فيه ويحافظ لهم عليه، لكن هم مش مركبينه من مده كبيره قوي علشان اقدر اقول لكم هو ايه اللي حصل، ولو طرأ اي جديد هحكي لكم عليه باذن الله. نيجي بقى للكي او 4 الهايبريد. الكي او 4 الهايبريد فيه موجود منه كذا نوع، انا ما اعرفش ايه ظروفهم كلهم، لكن انا هحكي لك على اختيار
اختياري الشخصي اللي احنا مركبينه في عربيتين من عربياتنا. مبدئيا احنا كنا بندور على كور بورج وورنر زيه زي الاوريجينال بالظبط نشتريه، لفينا الدنيا عليه ومش بيتباع غير في تربو كامل. فكانت الخطوه اللي بعد كده ان احنا ابتدينا ندور على كورز هايبريد، وبندور على حاجه اقرب ما يكون للستوك. ايه الفكره؟ ان احنا عايزين نفس شكل الريش، نفس العدد بتاعها، مش عايزين خصائص السواقه بتاعته تختلف، لان العربيات دي او تي اسات وما فيهاش رفاهيه انها تعمل كاستم تيون لو خصائص التربو والسبول بتاعته مختلفه. نمره 2 مش عايزين حاجه شرسه جدا وبتطلع تورك كبير قوي، لان الانترنالز مش بيلت في المواتير دي وخايفين من التورك الزياده وعايزين نحافظ على المواتير والكلاتشات. نمره 3 انا قابلت عربيات مركبه هايبريد تيربوز من اللي هي الشرسه جدا، والاداء بتاعها عايز اقول لك مش فارق كتير عن الكي او 4 العادي، او يمكن في بعض الاحوال اقل منه كمان. فدي كانت الكرايتيريا اللي كنا بندور بيها. اتكعبلت في شركه اسمها انهانس تيربو، هحط لك الرابط بتاعها في وصف الفيديو تحت. الشركه دي انجليزي، بتجيب الكور البورج وورنر وتغير لك الانترنالز بتاعته تقويها وتحط لك بيرنجز احسن من الستوك، وطبعا بيجي معاه البالانس سيرتيفيكت بتاعه بالسيريال نمبر بكل حاجه، زائد ان الشركه دي ليها تعاون مع شركات تيونر كبيره في انجلترا معروفه ومعروف اسمائها. فبالنسبه لي دول كانوا امان. الكور بتاعهم ده عندهم منه نسختين، نسخه اقرب ما يكون للبورج وورنر عباره عن ايه؟ مروحه التوربينه هياها الستوك مش لاعبين فيها، لكن المروحه بتاعه الكمبريسور نفس الديزاين بالظبط اللي هو 6 في 6 لكن وزنها اخف شويه، فدي بتادي لسبول اسرع شويه، وده كان الواقع في العربيتين اللي ركبنا فيهم الكور ده. النسخه الثانيه اغلب حوالي 10 استرليني، مش فرق كبير قوي لكن متشرسه تماما. مروحه التوربينه بدل ما هي 12 ريشه قصيرين 9 ريش طوال، وده المفروض نظريا انها بتدي لك بوست اكتر على ار بي ام مات اعلى. في نفس الوقت مروحه الكمبريسور 7 في 7 بدل 6 في 6 اللي بينزلوا في الكي او 4 الستوك، لكن ده احنا ما قربنالوش وخفنا منه بصراحه. فده اختيارنا الشخصي اللي احنا مركبينه في عربياتنا لو انت في اي وقت من الاوقات احتجت تشتري كور كي او 4. نيجي بقى لاخر واهم جزء بالنسبه لي في الحلقه، وهي نصيحه من اخ لاخوه. لو انت متابع الحلقات بتاعه القناه هتلاقيني بكرر دايما جمله ان انا مش بحب الصرف بدون طائل. لو انت عندك كي او 4 النهارده وعايز تتونه خلاص الموضوع خلصان، مفيش اختيارات كتير. لكن لو انت ما عندكش كي او 4 اصلا انت محتاج تحطه ليه؟ عايزك تفكر في السؤال ده كويس. هل هي مستاهله؟ احسب التكاليف بتاعته، تمن التربو، تمن التيون بتاع الموتور، تمن التيون بتاع الفتيس، الريلوكيشن كيت، لو هتشتري انتركولر، لو هتحط ووتر ميثانول، لو هتشتري اي سبورتنج مودز زياده، لو انت بالفعل متون العربيه بتاعتك هتعمل ايه في تيون الموتور والفتيس اللي عندك؟ دول هترميهم في الزباله وتمنهم كده يروح؟ دي في القيمه دي معاك؟ طب هي مستاهله؟ وفي الاخر هتلاقي عربيه كي او 3 خفيفه وقويه وحالتها كويسه قريبه ادائها من الكي او 4. في فرق، في فرق مستاهل. انت بقى احسبها وقول لنفسك. ولو انت فاكر ان انت لما تحط الكي او 4 ده بقى انت هتنافس مع العماليق، عايز اقول لك ان الموضوع مش كده. لو شبهنا مستويات الباور بعماره فيها كذا دور، وقلنا ان مستوى الباور بتاع الكي او 3 في الدور الاولاني ومستوى الباور بتاع الكي او 4 في الدور الثاني، هتلاقي الناس اللي عايشه معاك في نفس الدور ده عدد قليل جدا، 20 30 واحد بالكتير في نفس الدور ده معاك. لكن هتبتدي تبص لفوق وتقول انا عايز انافس بقى مع الوحوش، انت تقريبا هتلاقي الدور الثالث والرابع مفيش حد عايش فيهم، وبعد كده بتبدا من اول الدور الخامس والسادس والسابع والعاشر، وكل ما تطلع هتلاقي دايما في ناس فوقيك. فلو انت فاكر ان الكي او 4 ده هينافس مع بيك تيربو ولا هينافس مع بي 58 مشدود عليها، انسى. دول مستويات الباور بتاعتهم في ادوار اعلى منك بكتير ومش هتعرف تقرب لهم ولا تتكلم معاهم. فارجع فكر فيها واحسبها كويس وعقلها، لان زي ما بقول لك هي مش مستاهله. وانا شخصيا لو هتسالني انا بفضل ايه في السواقه اليوميه اللي هي 99% من الوقت بتاعك، انا اختار الكي او 3 قولا واحدا. اخف والذ وانعم بكتير في السواقه اليوميه، والتسارع بتاعه على السرعات القليله زيه زي الكي او 4 او احسن كمان منه، علشان ما عندوش الهدر والفرق اللي بيحصل في الكي او 4. زائد ان انت هتتجنب مشاكل التورك العالي والسليبنج اللي ممكن يحصل في الكلتشات بتاعتك. لكن لو انت مصر واخدت قرار خلاص انا هطلع كي او 4، توكل على الله. الكي او 4 ظريف، في شويه لاج لكن هتتعود عليهم، ونفسه في الار بي امات العاليه احسن من الكي او 3. بس كده، ويا رب اكون افدتكم. اللي عنده سؤال يبعتهولي يكتبه في التعليقات، انا بقرا كل الرسائل والتعليقات اللي بتجيلي وبرد عليهم واحد واحد. ولو الكلام عجبك شجعنا باشتراك في القناه او ان انت تسيب لنا لايك على الفيديو، وان شاء الله استنونا في سلاسل جديده هتبدا مع اول السنه والاعلان عنها جاي قريب. السلام عليكم.